عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ انت ليه بتخاف تبدأ بداية جديدة؟ السبب المنطقي الوحيد للموضوع دوت ان احنا بنبقى فاكرين ان احنا عدينا نقطة الصفر بشوية حلوين، وده بيبقى ليه سبب. لكن ماذا لو اكتشفت انك ضيعت وقت كتير من عمرك وحتى ما بقتش زي ما انت في نقطة الصفر، انت بقيت تحت الصفر حرفيا. الشخص العادي والطبيعي ممكن ما ياخدش باله اصلا. الشخص العادي اللي انا بتكلم عليه هو الشخص اللي دايما ماشي بدون هدف، بينزل تمرينه بدون هدف، بينزل مدرسته بدون هدف، بيعمل كل حاجة في حياته بدون هدف، بيروح يشتغل اي شغلانة جديدة بدون هدف. الشخص ده لو حقق مليون انجاز عمره ما يحس ان هو عمل حاجه، بل بالعكس ممكن لو ما حققش اي انجاز تلاقيه فرحان باللي هو وصل له، لان هو في البدايه اصلا ما كانش يعرف هو عايز يروح فين. وفي الفيديو الجاي هوضح لك مواصفات الشخص العادي ده اكتر، لكن انا رسالتي في الفيديو ده مختلفه. بتكلم عن الناس التانية اللي عايزه تعمل حاجه فعلا وحاسه ان ولا دي البيئه ولا ده المكان ولا ده الحلم والهدف اللي كانوا بيجروا علشانه. هم بداوا بشكل وبهدف، فجاه الطريق اتغير، والاسباب حتى لو كتير مش هتفرق. المهم ان انت تلحق نفسك، تلحق ترجع السفينه زي ما كانت وتحاول تطور فيها وتخليها ما تفضلش تحلم بحاجه وما بتسعاش ليها 1%، او بتسعى في طريق غلط ومستني نتيجه مختلفه. انت لو عايز تعمل حاجه بجد لازم تقوم من مكانك وتتحرك. لو عايز تنزل وزنك لازم تقوم من مكانك وتتحرك. لو عايز تخش الجنه لازم تقوم من مكانك وتتحرك. لو عايز تبقى لعيب كوره لازم تقوم من مكانك وتتحرك. لو عايز تبقى اي حاجه في الدنيا لازم تقوم من مكانك وتتحرك في اتجاه الهدف اللي انت بتسعى له، حتى لو ده هيتطلب انك تمحي كل حاجه في حياتك. لو هتستغنى عن كل حاجه في حياتك، يا اما هتضيع عمرك كله وفي الاخر ايه تكتشف ان انت ما عملتش حاجه، ان انت ضيعت كل ده في الوهم وفي الفاضي. انت سعيد ما ننكرش، لكن سعيد في اتجاه في طريق وفي بيئه غلط. ساعتها السعي صدقني مش هيفيدك في حاجه. طالما بتسعى اسعى صح في الطريق الصح عشان ربنا يكرمك. متنساش تصلي على النبي وتعمل لي فولو عشان انا محتوايا هدفه الوحيد ان هو يفيدك. سلام.